دايم نسأل نفسنا من الأشخاص اللي يستحقون مكانة في قلوبنا، اللي المفروض نتمسك فيهم وما نفرط فيهم أبد. في زمن قل فيه الوفاء، كثر فيه نكران الجميل، قلت الصداقات الحقيقية. تمسك بالشخص اللي لا زعل منك يجي يشكي لك منك لك، ما يروح يشكي للناس وينشر غسيلك قدام الكل. تمسك بالشخص اللي يضحكك بدون سبب، اللي تحس ان ضحكتك طالعه من قلب معاه في زمن كثر فيه النفسيات. هم تمسك بالشخص اللي تظهر على عفويتك الكامله معاه بدون تكلف، ضحكتك، جلستك، كلامك، صدقني هالشخص تحبه. تمسك بالشخص اللي يحترمك بغض النظر اذا كان يحبك او ما يحبك، بس يحترمك ويحترم وجودك. الشخص تمسك فيه ترى وحده. وتمسك بالشخص اللي ما يتركك وقت الأزمة مهما كان، واترك عنك الشخص اللي يتركك وقت الأزمة حتى لو باسلك الجزمة. وتمسك بالشخص اللي ياخذك من ايدك ويقول لك انت تستحق الافضل، ويعطيك الثقة ودايم يدعمك في زمن كثر فيه الحساد. وتمسك بالشخص اللي يخاف عليك ويوجهك دايم في زمن كثرت فيه الحريات للأسف، كل واحد على كيفه. تمسك بالشخص اللي لا جاي ينصحك وانت غلطان يرتفع ضغطه عليك، لأن صدقني هالنصيحة ما تطلع من قلب يكرهك ما دام يرتفع ضغطه عليك. تمسك بالشخص اللي ما يحس بالفلوس معاك، شنو بجيبه يقسمه معاك نصين ولا يعطيك اياه، هذا يحبك. اللي لا مشيت وياه يزيدك رفعه ومكانه بعز الله ونعم. لا تتمسك بالشخص اللي ينقص قدرك. طبعا هالاشخاص انا ما ابي اقول نادرين، بس موجودين، عسى ربي يكثرهم بدربي ودربكم، قولوا امين. وشكرا على حسن الاستماع.